وتم الإعلان عن طريق إذاعة سعودية وعن طريق طبعا قنوات سعودية عن انتقال أو رحيل جوميز عن تدريب الزمالك. كانت مفاجأة، لكن الحقيقة إن جوزيه جوميز كان متفق من 8 أيام من وقت مباراة قبل مباراة بلاك بولز الأولى في الكونفدرالية. كان حصل اتصال وتواصل واتفاق على المبالغ المالية، ثم رفض الإعلان عن الرحيل إلا بعد مباراة أنيمبا النيجيري. وإما رجع طبعا قولا واحدا كان اتفق مع جهازه الفني